الصراع على السلطة في بايرن يتواصل، وهذا هو خليفة أوليفر كان المحتمل. لوكاس هرنانديز إلى باريس سان جيرمان. النجم الإنجليزي ديكلان رايس يغازل بايرن ميونخ. ماذا كان يفعل فيكتور أوسيمين في ألمانيا؟ قبل أن ندخل في التفاصيل، المرجو الضغط على زر اللايك ليصل هذا المقطع لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم حول العالم. نبدأ حديثنا عن خليفة أوليفر كان الذي يبدو أنه سيقدم استقالته في اجتماع مجلس الإدارة القادم، والذي سينعقد في 30 من هذا الشهر، أي بعد 4 أيام فقط. صحيفة بيلد وعدة صحف ألمانية أخرى أكدت أن المرشح الأبرز لخلافة كان هو يان كريستيان دريسن. فلماذا دريسن بالضبط وليس رجل آخر؟ في السنوات الأخيرة شغل دريسن عدة مناصب في إدارة بايرن، من بينها المدير المالي للفريق. ويعتبر دريسن دائما الفاعل الهادئ والذي كان لديه مكانة خاصة بين الرؤساء السابقين كارل هاينز رومينيغي وأولي هونيس. دريسن أيضا كان من أشد المعارضين لأوليفر كان، ويعد ناقدا حقيقيا وصريحا. ورحل دريسن عن بايرن مباشرة بعد تولي أوليفر كان الرئاسة بناء على طلب منه، بعد 10 سنوات من التألق الإداري مع بايرن. وترى الصحافة الألمانية أن دريسن سيتلقى دعما غير مسبوق من الرؤساء السابقين لبايرن من أجل تولي رئاسة النادي البافاري في حالة إقالة أوليفر كان. ننتقل للحديث عن الخبر الثاني، والذي يتعلق بصخرة الدفاع البافارية لوكاس هرنانديز، والذي ارتبط اسمه بشكل كبير بفريق العاصمة الباريزية. لوكا هرنانديز أوقف بالفعل محادثات تجديد عقده مع البايرن، وأكدت الصحف الفرنسية أنه اتفق على الشروط الشخصية مع النادي الفرنسي. باريس لم يبقى أمامه سوى إقناع بايرن ببيع اللاعب. من جهته بايرن لن يمانع أبدا رحيل لوكاس هرنانديز، خاصة وأن الفريق لم يستفد منه بشكل كبير منذ قدومه بصفقة قياسية من أتلتيكو مدريد بسبب إصاباته المتكررة. بيع لوكاس هرنانديز يجعل بايرن يفكر جديا في شراء عقد كانسيلو ليكون بديلا لألفونسو ديفيز أو يلعب على الجهة اليمنى. لكن بايرن لن يتخلى بسهولة عن مدافعه الفرنسي، خاصة وأنه لم يتمكن لحد الآن من تجديد عقد بنيامين بافار. وخروج هذا الثنائي في موسم واحد أمر مستبعد جدا. ظهر نجم نادي ويست هام الإنجليزي ديكلان رايس في مقطع فيديو وهو يتحدث باللغة الألمانية مباشرة بعد ارتباط اسمه بالانتقال لعملاق ألمانيا بايرن. النادي البافاري يريد شراء اللاعب بطلب من المدرب توماس توخيل، الذي كان يريد التوقيع معه في السابق عندما كان مدربا لفريق العاصمة الإنجليزية تشيلسي. لكن في ذلك الوقت خروج ديكلان رايس من ويست هام كان صعب جدا بسبب رفض النادي التخلي عنه. لكن في الوقت الحالي أصبح رحيله عن نادي الهامرز أمرا واقعيا وممكنا جدا، فاللاعب ينتهي عقده بعد موسم من الآن وهو يرفض تجديد عقده، والفريق بدوره لا يريد خسارة اللاعب مجانا ويريد استفادة مادية. وهذا ما سيتيح للعديد من الأندية إمكانية التوقيع مع اللاعب الشاب، من بينهم أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، وأبرزهم فريق بايرن ميونخ الذي مستعد لدفع رسوم انتقال تصل ل70 مليون يورو كما ذكرت الصحف الألمانية. ننتقل للحديث الآن عن الموضوع الأخير في مقطع اليوم، والذي يتعلق بالنجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين. شوهد النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في شوارع العاصمة الألمانية برلين، مما أثار شائعات تربطه بالانتقال لبايرن، وهو المطلوب من عدة أندية كبيرة في أوروبا. فما هو السبب الحقيقي وراء رحلته لألمانيا؟ ليس هناك أي مصدر صحفي موثوق ذكر السبب الحقيقي وراء هذا الظهور المفاجئ للاعب، ولكن يمكن أن تكون مجرد حالة تتعلق بشؤون الأسرة. زوجة فيكتور أوسيمين ستيفاني ولدت في ألمانيا وترعرعت هناك، لذلك فربما الزوجان يقومان برحلة لوطنهما الأم. وقد أكد فولك الصحفي الموثوق أنه لا توجد أي مفاوضات بين نابولي وبايرن بخصوص أوسيمين، حيث يرى عملاق ألمانيا أن اللاعب مكلف جدا.
إلى هنا نصل إلى نهاية مقطع اليوم. أتمنى أنني توفقت في تقديم ومشاركة هذه الأخبار معكم. كان معكم محدثكم بدر، إلى اللقاء.